اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كويسة جدا جدا وموفرة جدا جدا، وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم وتقولي لي رأيكم. وقلت اوريكم بس الكمية كده في الاول عشان تعرفوا ان احنا بنحب يعني ايه. طبعا كلنا ستات مدبرة وموفرة، فهوريكم بقى كمية الصابون اللي احنا عملناه مع بعض ديت، وهوريكم كمية الرغوة الوفيرة، الرغوة اللي يعني مش قادرة اقول لكم على جمالها، ريحتها ليمون كمان. آه بصوا يعني بجد يا رب الفيديو يعجبكم وتقولوا رأيكم، وهقول لكم الأسعار وهقول لكم المشتريات، جبت مشتريات بجد يعني. بصوا قولوا لي رأيكم بقى في الكومنتات لو عجبتكم، وهقول لكم كل حاجة جبتها منين وأسعارها ايه، وهتعمل لي كمية قد ايه، وكل حاجة منها هنعملها مع بعض وهقول لكم رأيي فيها. بصوا بقى الرغوة وفيرة جدا جدا، وما شاء الله ريحة الليمون. مش قادرة أقول لكم على حلاوته وجماله. صابون المواعين بجد بطريقة سهلة جدا وموفرة جدا واقتصادية جدا. ايه كمية جدا اللي أنا بقولها النهاردة دي؟ بس بجد والله العظيم عجبني جدا جدا. تاني جدا ايه يا أم ميدو في ايه؟ بصوا بقى نسمي الله كده ونصلي على الرسول، واوريكم بقى كمية المشتريات اللي انا جبتها. شوية مشتريات بجد تحفة. ربنا كرمني كده بواحدة صاحبتي بتجيب منتجات اللي هي بيشتغلوا منها الصبانات. بس يعني ايه، بيعملوا كده يعني عينات صغيرة طبعا للبيوت غير الكميات بتاعة الصبانة طبعا. ده كده أول حاجة اللي أنا وريتهولكوا صابون المواعين. وده بعد كده برسيل جل للملابس السوداء اللي هي العبايات السوداء والجينز والحاجات دي. يبقى الأولاني برسيل جل ده صابون المواعين، ده بقوة الليمون أو بريحة الليمون. وكمان أخضر، يعني في اللي هو الأصفر الشفاف بالجليسرين وده الأخضر. وجبت بقى شوية الليف والمواعين دول. الليفة دي عجبتني جدًا، جدًا. أنا بصراحة ما باستغناش عنها باستمرار، باجيب منها أول ما بالاقيها باجيب مثلًا 3 أو 6، هي الباكيت بيبقى 3 كده على بعض، ممكن أجيب باكيت أو 2. بُصّوا باوريها لكم إن هي السفنج بتاعها مضغوط كده وسميك، دي بتعيش حلو أوي وبتبقى يعني عملية، وفي نفس الوقت بتقعد معايا مدة طويلة. بصراحة ما باستغناش عنها خالص. والسلكة اللي هي الstainless دي برضه استخداماتها كتيرة جدًا معانا طبعًا في المطبخ. قُلت أوريكم بس المشتريات كده الأول، ونعمل كل حاجة كده مع بعض ونشوف بالتجربة، وكمان هنشوف هتعمل معانا كمية قد إيه. بُصّوا هنا باوريكم الأسعار. ده هنا ب40 جنيه بيعمل معانا 6 لتر. بُصّوا ده أهو مكتوب عليه كل حاجة، مكتوب عليها السعر والكمية بتاعتها. هنا دوّة زي ما قُلت لكم بتاع العبايات السودا البرسيل جل للعبايات السودا، وده برسيل جل برضه للغسيل العادي بقى، الغسالات اللي هي إيه، زي غسالتي كده فوق أوتوماتيك. وفي نوع تاني للأوتوماتيك بس أنا ما جبتوش. وده صابون المواعين. وده الدوني. الدوني هنعمله مع بعض برضه، إحنا عملنا مرّة قبل كده، هنعمل ده بقى نجرّبه عشان إحنا ما جرّبناش الشركة دي قبل كده. دي شركة اسمها دولينا. دولينا دي أي حد لو سألتِ عليها عند الصبّانات الكبيرة بتكون عاملة العبوات ديّة كده للناس اللي هم إيه، يعملوا صابون في البيوت يعني، عشان ما تشتريش من برّه الكيلو مثلًا ب5 جنيه وب10 جنيه دلوقتي زي ما إحنا عارفين. فده بصراحة موفّر جدًا، جدًا واقتصادي جدًا، جدًا. نسمّي الله كده ونصلّي على الرسول، ولو عجبِك الفيديو ما تبخليش عليّا كده بلايك وكومنت حلو منِّك، وتقولي لي رأيِك فيه، علشان بجد باحب كومنتاتكم جدًا، جدًا وبتشجّعني وبتحفّزني كده إن أنا أصوّر معاكم فيديوهات وأقول لكم على التجارب اللي أنا بامُر بيها، واللي يعجبني واللي ما يعجبنيش. لو حاجة اقتصادية وموفّرة أكيد طبعًا ما بابخلش عليكم وباقول لكم عليها وكل حاجة. بُصّوا بقى هنا الكيس دوّة بيبقى مكتوب عليه إن هو معاه مكيال للمَيّة، أهو بُصّوا باوريه لكم أهوّة. ده بيبقى عبوته يعني لمّا تملي الكيس ده بيبقى لتر، فهو بيقول لِك إن هو بيعمل 6 لتر، يعني تملي الكيس ده 6 مرات. تمام. وكمان بتدوبيه بقى، ده اللي هو ريحته بُصّوا أول ما طلّعته من الكيس باقول لكم إنه ريحته ليمون شديدة جدًا. بجد ريحته كإنِّك كده يعني ماسكة ليمونتين كده في إيدِك يعني ريحتهم طالعة شديدة.
هنا بقى كده هابتدي أحط الإزازة دي، طبعًا إحنا عارفين إنها 2.5 لتر، فأنا إيه مش باعمل بقى بالكيس اللي هو مع العبوة دوّة، باعمل بالإزازة كده عشان أسهّل على نفسي يعني أكتر. دي كانت الإزازة اللي أنا كنت حاطة فيها الصابون اللي فات، علشان كده حبّة الرغاوي اللي هم ظهروا في الكاميرا دول. أنا ما بارميش الأزايز ديّة، طبعًا عندي بقى لها مدة كبيرة، عشان اللي يكتب يقول لي دي أزايز مقاطعة. أنا ما بارميش الأزايز ديّة، باستخدمها في حاجة زي الصابون كده، كلور. الكلور لأ، ما باحطوش في الأزايز دي، لإنه لمّا بيكون قوي طبعًا بيبوّظ الأزايز، بيتخرم بسرعة. فباخلّي الجيركن هو للكلور، لكن الأزايز ديّة بتبقى عندي، لإني باعمل كمية صابون مثلًا حوالي 7 لتر، 10 لتر، فطبعًا ما بيكفّيش الجيركن، فأنا باخلّي الأزايز ديّة بتبقى عندي 3، 4 أزايز، باخلّيهم للصابون وللداوني وللبرسيل جل، أي حاجة زي كده سوايل باجيبها باعبّيها في الأزايز على زي دي كده على طول، عشان كده ما بارميش، إلا مثلًا الإزازة باظت أو يعني بقت ما تنفعش تاني أو كده باروح رامياها، لكن طالما هي كويسة باستخدمها في حاجات زي كده، علشان اللي هيقول لي إن الأزايز دي مقاطعة. بُصّوا بقى، أنا فضّيت الإزازة ديّة يعني 2 لتر، وابتديت إن أنا أفضّي الأكياس زي ما إحنا شُفنا كده مع بعض، وابتديت أدوّب بقى إيه الكيسين اللي هُم في العبوة يعني على بعض. أول ما حطيت طبعًا البودر ادّاني اللون الأخضر ده على طول. طبعًا إحنا شايفينه دلوقتي إن هو مُركّز، فهابتدي أدوّب أمّا أتأكد إنه داب خالص، ما فيش أي تكتلات خالص ولا أي ذرّة من اللي هو البودر دوّة. أتأكد إن هو داب تمامًا، أبتدي بقى إن أنا أزوّد مَيّة. بُصّي بقى، هو الكيس مكتوب عليه إن هو بيتدوّب في 6 لتر، أنتِ لو عايزة تزوّدي براحتك، بس هو السُمك بتاعه حلو جدًا، بس أنا زوّدت حوالي لتر كمان، علشان أنا ما باحبش وأنا باصبّن يكون اللزوجة بتاعة الصابون عالية، فبدل ما أحُط في الكوباية اللي أنا باعمل منها أو ال العلبة اللي أنا باحُط فيها الصابون يعني، بدل ما أدوّب فيها مَيّة، أنا هنا طبعًا جرّيت الفيديو علشان ما أطوّلش عليكم الوقت. هنا أدوّبه جدًا، جدًا وأتأكد إنه داب كل المكونات واندمجت كلّها مع المَيّة، أبتدي بقى بعد كده أزوّد إيه، المَيّة اللي أنا محتاجاها على قد ما أشوف سُمك الصابون قد إيه، بس هو قايل لي إن هم 6 لتر، لو عايزة تمشي على المواصفات تمامًا حُطّي 6 لتر زي ما هو قال لِك، لكن أنا زوّدت لتر كمان. وفي الآخر بصراحة رغوته زي ما شُفنا كده مع بعض في أول الفيديو، رغوته جميلة جدًا، جدًا وريحته ليمون مش قادرة أقول لكم، وأنا صبِّنت بيه بجد والله العظيم تحفة، تحفة، تحفة. تصبين المواعين بتاعه نضافة وريحة ورغوة، يعني ما شاء الله كامل من توفير، من اقتصادي، من نضافة، من ريحة، كل حاجة. بجد تسلم صاحبة الفكرة، الله يبارك لها، الله يبارك لها كمان مرّة، إن هي دلّتني على ال الشركة دي أو الصبّانة دي أو صاحبتي اللي هي جابت لي الorder ديّة، الله يبارك لها ويوسّع رزقها يا رب ويرزقها من حيث لا تحتسب. دعوة حلوة بقى منكم علشان بجد يعني ربنا يكرمها ويوسّع رزقها، وإن شاء الله الفكرة تعجبكم. لو أي حد عايز من الصابون دوّة بيبقى موجود في الشركة بتاعة دولينا ديّة، هاكتب لكم برضه إيه العنوان ورقم التليفون علشان إيه، تتواصلوا مع الشركة وتجيبوا منها. بُصّوا بقى، أنا دوّبته كويس جدًا وعبيته بقى في الأزايز وحبيت إن أنا بقى أورّيكم. بُصّوا الإزازتين دول كانت الرغوة فاصلة يعني مالية لحد حرف الإزازة، استنيت كده لمّا الرغوة تهدى شوية عشان أورّيكم الكمية تبقى مضبوطة قدّامكم، وصبّنت كمان منها المواعين قبل ما أصوّر كده عشان أتأكد إن الرغوة حلوة. قُلت بقى أورّيكم الكمية قد إيه عشان تعرفوا إن هو فعلًا موفّر واقتصادي، وتتشجعوا كده وتعملوا زيي، وعشان أثبت لكم إن إحنا ستات موفّرة ومدبّرة علشان نوفّر. لمّا إحنا نجيب دلوقتي دوّة بحوالي حاجة و30 جنيه، 37 جنيه، 37 جنيه عمل لنا حوالي 7 لتر صابون، لمّا يكون اللتر مثلًا ب10 جنيه والّا ب7 جنيه، إحنا كده وفّرنا توفير حلو، وكمان الناس اللي ما عندهمش صبّانات كتير في المنطقة اللي هُم فيها يعني بيجيبوا من أماكن بعيدة، ده كده بيوفّر معاكِ وما تشيليش بقى الأكياس والصابون وكده، ده بجد موفّر جدًا، جدًا، وكمان بُصّوا الرغوة بتاعته ما شاء الله اللهم بارك، رغوة وريحة واقتصادي وكل حاجة.
عايزاكم بقى تكتبوا لي رأيكم كده في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو.